السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أوكوزو، أعود لكم مقطع جديد. المقطع هذا نار يا حبيبي نار، وصلي على النبي المختار. لو كنت جديد في القناة فاشترك واعمل لايك وكل الأزرار. أوكي يا شباب، في هذا الشرح الصندوق المميز، في تسريبات تجي حول الصندوق المميز والسلاح اللي يكون في الصندوق المميز. أنت تريد تعرف الأسلحة اللي نزلت في الصندوق المميز، عندما تخش على الورشة طبعا وتشوف الأسلحة كلها هنا موجودة. الأسلحة التي لا يمكن أنها تجي في الصندوق المميز، لا يمكن، يعني نسبة وجودها 0%. الأسلحة هي أي سلاح في قنبلة وموليتوف. في سلاح ما في قنبلة وموليتوف وتطويراته 7 أو 8، هذا سلاح من المحتمل انه ينزل في الصندوق المميز. لكن لما يقول لك سلاح جاي مثلا المهم مثلا اي سلاح فوق قنبلة وموليتوف يقول لك انه بيجي، هذا احتمال ضعيف مرة. يعني يا شباب ان المعلومة هذه اللي انا ابغى اوصلها لكم، ووصلت المعلومة. يعني انا اعتقد انه اي سلاح بدون قنبلة وموليتوف نزل في الصندوق المميز، واللي ما نزل راح ينزل في الايام القادمة باذن الله تعالى. والان ايها المشاهدون اعدي لكم نصيحة. لما تخش على الورشة وتشوف الأسلحة اللي ما فيها قنابل واحتمال انها تنزل على الصندوق المميز، هنا يا صديقي المشاهد فانت طبيعي بتكون مجمع 120 صندوق علشان تاخذه بالمضمون. الشيء الخطأ اللي انت تسويه انك اول ما تجمع 120 وينزل سلاح تاخذ ابوه، ما تشوف سلاح كيف شكله كيف لونه ما فيه ما حوله. مثلا اليوم التأثير عند التصفية بايخ، الشكل متقدم بايخ، الإشعار الاستبعاد بايخ، فحلية شكله نهائي ما يتعرك زي الأسلحة المشمثك. عينك يا عزيز المشاهد، عينك على السكار. شوف هالسكار لو نزل بعد ما تاخذ اليوم بي، لا إله إلا الله. أوكي، باقي لدي معلومة مرة جميلة لكم، والمعلومة هذه ستسركم سرورا لم تسروه من قبل. المعلومة إن سلاح الأنفور صح ما فيه قنبلة، بس هذا سلاح يا شباب سلاح استثنائي لا يتوقع نزوله. وصلنا إلى نهاية المقطع، فأتمنى من الجميع يشترك في القناة، ومع السلامة نشوفكم في مقطع جاي.